بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من حمله تعديل قانون الاسره. انا الحلقه اللي فاتت كنت اتكلمت عن قائمه المنقولات وطلبت من حضراتكم ان انتم تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، عشان انا عايز الناس تعرف، واكبر قاعده ممكن الناس تعرف ان انا بتكلم في الموضوع، عشان يتم تدخل بقيه الزملاء اللي هم يبقوا حابين يبقوا في الموضوع ده. من ناحيه تانية يبقى انا معايا قاعده جماهيريه شغال عليها وزمايلي معاهم نفس الناس، فاحنا نكتر الموضوع عشان يبقى الموضوع مسمع. ان انا لوحدي عمري ما هقدر اعمل كل ده لوحدي، انا بحاول. وعايزكم يا جماعه تقدروا اي فيديو متعلق بقانون الاسره انا بنزله شيروه، عشان احنا محتاجين ده يوصل، محتاجين ده يبقى هو ده يعتبر الترند، هو ده الترند اللي احنا هنتكلم عليه، مش الترندات اللي احنا بنشوفها والهلس اللي احنا بنشوفه على التواصل الاجتماعي. فانا اتكلمت عن نعمه المنقولات وقلت رايي فيها واديت نصيحه تتعمل عشان نجبر الوضع الحالي بعيدا عن القانون، نجبر الوضع العرفي اللي بيقولوا عليه ان هو يتعدل. فانا قلت رايي فيه وارجعوا للفيديو. تمام. ويا جماعه اي فيديو من دول بعد اذنكم انا هعمل كذا حلقه، والله اعلم هيبقوا كام حلقه. عايز الحلقات دي تنتشر اكتر، يعني قد ما تقدروا. انا طبعا الحلقه اللي فاتت انتشرت كويس، بس يعني حابب ان هي تبقى اكتر من كده. ارجعوا للفيديو شوفوه. النهارده انا هتكلم على سن الحضانه وعلى الترتيب، وهتكلم كده سريعا على الرؤيه. انا كنت عملت عليها فيديو، بس برضو هضيف حته كده في الاخر وانا بتكلم. تابعوا الفيديو للاخر يا جماعه، وبعد اذنكم لو سمحتوا فضلا وليس امرا شيروا على قد ما تقدروا. انا مش طالب اكتر من كده، شيروا عشان الناس تسمع، عشان الناس اللي ده يشير وده يشير وده يشير، الموضوع هينتشر، تبقى السوشيال ميديا كلها بتتكلم على الموضوع ده، يبقى غصب عن الوضع في البلد يبداوا يتجهوا ويتحركوا، عشان حسوا ان الموضوع وصل ان ما ينفعش سكت عليه مبدئيا يعني. تمام. سن الحضانه في القانون المصري هو 15 سنه للولد و15 للبنت، بمعنى ان مجرد الولد والبنت ما يتموا سن 15 من حق الاب ان هو يطلب حضانتهم، وساعتها المحكمه للاسف بتخير الطفل والطفله، او الطفل والطفل بقى، الشاب والفتاه اللي هم كانوا طفل وطفله 15 و15، بتخيرهم ما بين الاب والام. يعني انت بعد ما بتسيب الطفل مع الام 15 سنه كاملين رايح تخيره. طب ليه؟ يعني اللي عمل الحته دي، اللي ضاف الحته دي بتاعت التخيير دي، اللي يعني الشخصيه اللي حاططها بين السطور، يعني ايه تخيره؟ تخير مين؟ ده بقى راجل، انت لسه هتخيره؟ طب ما طبيعي، الطبيعي على فكره انا لو مكانه اختار امي. ده طبيعي على فكره. انا مش هلوم على الطفل ولا هلوم على الشخص او على الشاب اللي بقى شاب ان انا اروح اقول له تحب تقعد مع امك ولا ابوك؟ الراجل بقى له 15 سنه قاعد مع امه، حتى لو بيشوف ابوه هيبقى مايل لامه برضه. ده طبيعي على فكره، مش عيب فيه. هو عيب في مين؟ عيب في اللي حاطط القانون، عيب في اللي بيقول يخيروه. يخيروا مين؟ هو اوتوماتيك مفروض بعد سن الحضانه اللي هو سن الظالم، السن الغريب العجيب اللي محطوط في القانون، هو اوتوماتيك يروح لابوه، مش لسه هخيره. هو الراجل ده ليه حق على فكره، اللي بيصرف عليه ده ليه حق يشوفه يقعد معاه ويعرف هو مين ده، يعاشره. ده ابوه على فكره، هو اللي بيصرف عليه، هو اللي رباه، حتى لو ما بصرفش عليه قوي والست بتساعد، بس برضه ابوه، يعني شرعا وقانونا ابوه. 15 سنه فدي اول نقطه. فسن الحضانه ده ازمه غير طبيعيه، لان انا ابني يبدا يجي يعيش معايا وهو عنده 15 سنه، وهو راجل معاه بطاقه يتحرك زي ما هو عايز، ولا حتى هعرف اقعد معاه، ولا اعرف دماغه ماشيه ازاي، ولا اعرف طبعه مش ده. وانا ما بشوفوش خالص، ان في حالات كتير جدا ما يعرفوش اصلا عيالهم، ولا بيتكلموا معاهم، ولا بيشوفوهم الا فين وفين، ممكن في الشهر مره ولا كل سنه مره ولا حاجه، ده لو شافوا اساسا. حالات كتير، حالات كتير جدا، يعني حالات لا حصر لها حتى اتكلم عليها مش هنخلص. وناس كتير بعتت لي بيقولوا لي، انا في واحد بيقول لك انا ما اعرفش شكل ابني، بقى له 4 سنين ما شافش ابنه، 4 سنين ما شافش ابنه. فتخيل انت، لك ان تتخيل، ما علينا طبعا. فسن الحضانه ده مبدئيا الناس، اغلبيه الناس بعت اقتراح، بيقولوا الولد 7 والبنت 9. بص يا جماعه، هي مفيش حاجه اسمها 7 و9. هو احنا مش هنمشيها واحده وواحد، لا، هم اتنين زي بعض. يعني مثلا وات ايفر، انا شايف من وجهه نظري سن الحضانه لا يتعدى ال 10 سنين عموما بقى، سواء ولد او بنت، لا يتعدى. يعني اقل من كده اوكي، لكن ما يتعداش ال 10 سنين. 10 سنين سن مناسب جدا ان الطفل، من وجهه نظري الشخصيه، ان الطفل او الطفله يبقوا مع ابوهم. خلاص، حلو قوي كده. ان 7 برضه بيبقى صغير شويه، وبيبقى محتاج ام اكتر، بيبقى لسه برضه السن بتاع الامومه، في سن كده للطفل بتاع الامومه. يعني ايه؟ يبقى الاب موجود. انا طبعا انا جاي لكم لسه في الترتيب وجاي في الرؤيه، انا بتكلم على سن الحضانه دلوقتي. انا شايف من وجهه نظري الشخصيه ان سن الحضانه المناسب لا يتعدى ال 10 سنين. يعني انت بقى المشرع او التعديلات لو هتنزل هيخلوها 7 ولد و9 بنت، جميل. هيخلوا الاثنين 9 ما يضرش، هيخلوا الاثنين 10، ده اخركم. اكتر من كده احنا بنهرج،
ده كده ايه سن الحضانه. لكن اللي احنا فيه ده تهريج طبعا وقله وهقول ايه، بس واحد مش عايز يتعصب والعصبيه هتخلي الواحد يقول كلام مش حابب يقوله. ما علينا، ده سن الحضانه. انا من وجهه نظري ان هو لا يتعدى ال 10. طبعا 7 اوكي، 9 اوكي، 10 ده اخركم مفيش مشكله. اكتر من كده يبقى ملوش لازمه وخلينا في ال 15 وربنا يعين كل واحد مش عارف يشوف ابنه. ده بالنسبه لسن الحضانه. هنخش سريعا على الترتيب. طبعا احنا لو بصينا للترتيب الحالي الراجل يا عيني بيجي اخر واحد، يعني لا حول له ولا قوه، بعد ما بتمر على الاسره كلها من الطرفين وتخش على الجيران وتخش على الشارع اللي جنبك، تروح داخل على الاب في الاخر. انت دخلت بقى لا اله الا الله في الترتيب وفي الاخر الاب. طبعا ليه؟ معرفش. مين في الدنيا بيرب العيال غير الاب والام؟ مين يتحمل مسؤوليه الطفل غير الاب والام؟ مع احترامي الام ومع احترامي لام الاب ومع احترامي للخالات والعمات، ولا حد يعرف يربي ابنك غيرك، مع احترامي. ليه؟ مهما كان الحب ومهما كانت العاطفه ومهما كان، اولا الام وام الاب على راسي من فوق، بس دول كبار في السن. اقل ام او ام اب هنتكلم في 60 65 سنه، دي اقل واحده اذا ما كانتش اكبر من كده. هتربي عيل بقى 5 سنين و4 سنين بمجهوده بضغطه بمشاكله بشقاوته بكل حاجه، ما تقدرش. فانت ليه حاططها؟ يعني اللي حاطط القانون ده مش، على فكره ده مش شرع، ده مش شرع. انا بقول ده قانون وضعي وليس شرع. انت حاطط دي ليه؟ الطبيعي حضرتك لو سمحت، اللي بيحط قوانين ولا بيشرع قوانين، الطبيعي ان اللي بعده الاب مباشره. مين هيحافظ على ابني قدي؟ مين هياخد باله من عيالي قدي كأب مثلا؟ مين بعد الام؟ مين؟ مع احترامي طبعا هم ممكن يكونوا بيساعدوا، يعني الام بتساعد بنتها الاب بتساعد ابنها. يعني ممكن الواد يقعد شويه ويروح ياخد، بس ما ينفعش هي تبقى مسؤوله عنه كامله. ما ينفعش الحضانه ليها، وانت عارف كويس قوي ان الحضانه مش تبقى معاها. يعني اللي بتحط القانون ده هو بيعمل ايه؟ لما بيقول لك الام ثم الام، طب ما اكنها مع الام برضه. هو الام دي معناها ايه؟ يعني الام لما تتجوز يروح عليها الحضانه الام. يا سلام، ده ايه الشطاره اللي انتوا فيها وايه الذكاء ده وايه النصاحه اللي انتوا فيها دي؟ يعني ايه؟ طبعا دي نقطه ثانيه. فانا شايف ان الترتيب الصح والمظبوط للحضانه الام ثم الاب. الام بقى اتجوزت، الام حصل لها اي حاجه من حالات الاسقاط الحضانه، تروح للاب على طول، مفيش كلام. نرجع بقى للام وام الاب لو الاب مش موجود او متوفي، نبدا نلجا لدول. لكن مش نخلي الاب اخر واحد في الدنيا ونحط ام لا اله الا الله قبليه، لا طبعا. ده مقصوده وده متعمد من اللي حط القانون عشان يقرف الاب. ما علينا. فدي النقطه الثانيه في موضوع الترتيب. اخر حاجه الرؤيه. مفيش حاجه اسمها رؤيه، مفيش حاجه اسمها الرؤيه، اسمها استضافه. عموما فتره سن الحضانه ايا كان بقى ال7 ولا ال9 ولا ال10 ولا ال15، الاب ياخد ابنه، وانا قلتها ياخد ابنه كل اسبوع حسب اجازته الاسبوعيه بتاعت شغله، هو حسب بقى اجازته خميس، اجازته جمعه، اجازته ياخد الولد يقعد معاه يوم كامل على الاقل يوم كامل قاعد مع ابنه، يقضي اليوم كامل معاه. اجازته يومين ياخدهم، في الصيف ياخدوا شهر على الاقل في ال3 شهور بتوع الاجازه، اللي هو ال6 و7 و8 او 7 و8 و9 ياخدوا شهر. ليه شهر في السنه؟ ده بتاعك في الصيف، تاخده بقى وتعيش بيه حياتك بقى في اجازه الصيف، تروح هنا تخرجه وتدلعه زي ما انت عايز. وايام الدراسه هتاخدوا الويك اند اللي هو الجمعه او السبت او الخميس على حسب اجازتك. ده النقطه الثانيه في تعديل قانون الاسره. انا اتكلمت على سن الحضانه واتكلمت على الترتيب بتاع الحضانه واتكلمت على الرؤيه، والحلقه اللي فاتت كانت القايمه. ان شاء الله انتظروني الحلقه اللي جايه، هتبقى يوم الخميس، هتكلم في نقطه ثانيه لحد ما ان شاء الله باذن الله نقفل القانون كله بمجموعه حلقات. يا ريت لو سمحت تنتشر على اوسع نطاق، شير على قد ما تقدر عشان اللي مزنوق او اللي مضغوط او اللي مخنوق من القصه دي يبقى معانا. وكل دعم اللي انا طالبه من حضرتك ان انت تشير، لا اكتر ولا اقل، شير بس. وان شاء الله الساعه 6:30 او من 6 ل 6:30 انا طالع بس مباشر عشان عايزين نتكلم في حاجات ونفتح المجال للناس ونتكلم مع بعض. اللي عنده اي مشكله يعرضها. وتحياتي ليكم. وانا طبعا الفيديو ده طويل شويه، بس طبعا كل حلقه هتبقى يعني من 9 ل 10 دقائق عشان اقدر ان انا الم الموضوع طويل. فكل فيديو هتكلم في نقطه. شير يا جماعه بعد اذنكم عشان غيرك يستفيد، والحمله ان شاء الله تعمل اثر وتعمل نتيجه، يمكن اللي في بالنا يتحرك. تحياتي لكم.